تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن، كل هذول الدول انقلبوا بيوم وليلة بالربيع العربي. الربيع العربي ما كان زي أي ربيع ثاني، لا بل كان ملطخ بدماء الشهداء، وكيف بدأ في كل دولة وكيف انتهى، وشو كان موقف الرؤساء والدول والحكومة اتجاه الربيع العربي. فيا عزيزي إذا مفكر إنه فيديو اليوم عادي فلا لا لا، اليوم فيديو جدا قوي. مش حابب أطول من المقدمة، لكن أنا ذو الكرامة إذا بتشوفنا أول مرة فاشترك، قربنا على 1500 أخوخ. شكرا من القلب على دعمكم بالفيديو الماضي، وبسم الله نبدأ. الربيع العربي 2011 كل شي بلش ب 17 ديسمبر عام 2010 لما كان صاحبنا قاعد ببيع على بسطته المتواضعة، قاعد ببيع خضرة وفواكه. فاجت البلدية ولمت كل اشي، ولما حاول محمد انه يتمسك بالبسطة تاعته مصدر رزقه، حاول انه بس يتمسك فيها، اجت الشرطية وصفعته كف، ولكن محمد ما سكت. هون محمد قرر انه يشعل نار في كل الدول العربية. هون محمد بروح بجيب قنينة بنزين وبدير حاله، وبروح امام مجلس البلدية وبولع بحاله. ولكن محمد ما ولع بس بحاله، هو كان شرارة للربيع العربي. هون الشعب التونسي ما سكت من مرة، فكل الشعب التونسي نزل بالساحات وهدف ضد الفقر والجوع وضد الرئيس، وما بدهم الرئيس. كان رئيس تونس بهذاك الوقت هو زين العابدين بن علي، ومن باب تلميع صورة الرئيس وانه ها شوفوا يا شعب انا بعمل اشي كويس، فراح زار محمد بالمستشفى. ولكن كانت محاولة بائسة جدا، لانه خلص الشعب ثار. توفى محمد اثر الحروق اللي صارت فيه لما ولع بنفسه. هون طلع الرئيس زين بن علي وقال للشعب بكلمة الشهيرة: الان فهمتكم، فهمت انه انتم بدكم حرية وبدكم القضاء على الفقر. ولكن كان متأخر كثير. ولكن خلاص الشعب ما بدهم اياه. وفعلا بعد 28 يوم الرئيس زين بن علي برحل لجدة للسعودية. في عام 2019 بنتقل الى رحمة الله تعالى. ولكن القصة ما انتهت على انه الرئيس زين بس تنحى وخلص، فلا لا، ضلت الفوضى لعام 2014 لحديك ما صار في انتخابات ورئاسة جديدة من اول وجديد، ورجع الحمد لله كل شيء كويس داخل تونس. انا بس قلت لك على تونس، ولكن ما قلت لك اياه انه الربيع العربي صار زي الفيروس، انتشر بين الدول العربية، انتشر من تونس لليبيا لمصر. وهسه رح نحكي عن مصر. نهاية 2010 بداية 2011 كان رئيس مصر بهذاك الوقت هو حسني مبارك. حسني مبارك قاعد على الكرسي أكثر من 30 سنة، فالشعب المصري كان يغلي من جواه بسبب القرارات اللي كان ياخذها، أو مش هو اللي كان ياخذها، لأنه في آخر سنتين كان في إشاعات بتحكي إنه ابنه هو اللي كان ياخذ القرارات، ولكن حسني مبارك هو اللي كان يحكيها. واللي أساسا حسني مبارك كان قاعد بجهز ابنه عشان يكون رئيس من بعده، وهاي الفكرة اللي كان رافضها الشعب المصري. على العموم قصة مصر هي من أطول القصص اللي راح تسمعها بهذا الفيديو، واللي في نفس الوقت الناس اللي كانت غاضبة تماما من حسني مبارك وقرارات ابنه، كان الشرطة المصرية بتمارس أقوى التعذيب على المساجين داخل السجن. لكن الوضع ما بطول على هيك، لأنه بعد فترة صغيرة في شاب اسمه خالد سعيد بنتقل لرحمة الله تعالى بسبب الضرب اللي كان ينضربه من الشرطة برا السجن مش داخل السجن. ولكن ما طول، وبعد 6 شهور الناس ما سكتت بالمرة، فانتفضت وشافوا الشعب التونسي بعد ما تم الإطاحة بالرئيس فتشجعوا وبلشوا يعملوا مظاهرات. 25 يناير 2011 الشعب بثور، كل الشعب طالع مظاهرات، فوضى هون شغلة هون، ما في حد قادر يسيطر على الوضع. الشعب ثار وما بده الرئيس. يعني بعد فترة صغيرة بيطلع الرئيس حسني مبارك وبيحكي: التاريخ سيسجل ما لنا وما علينا. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائرون. يلي حاول في المؤتمر انه يهدي الشعب المصري، ولكن على الفاضي، واستمر الوضع هيك لين جمعة الرحيل. يلي طلع عمر سليمان يوم الجمعة وصار يحكي: قرر الرئيس حسني مبارك التنحي عن الرئاسة. وبعد 30 سنة من حكم حسني مبارك انتهت بس ب 18 يوم. تم نقل حسني مبارك إلى شرم الشيخ تحت الإقامة الجبرية، يلي بعد فترة مش كبيرة تم القبض عليه هو ونجليه. التهمة اللي كانت عليهم انهم كانوا يقتلوا المتظاهرين اللي كانوا يطلعوا ضد الرئيس. وبعد فترة صارت انتخابات واللي فاز فيها محمد مرسي اللي هم الإخوان، ولكن الوضع ما تحسن ولا حتى 1%. بالعكس هو استلم سنة واحدة وظل الوضع على ما هو لحد عام 2014 يتم فيها انتخاب عبد الفتاح السيسي كرئيس للدولة، واللي هو لحديت هسه رئيس. هيك كان بكون حكيت لك قصة مصر وتونس. هيك ضل عندنا ليبيا واليمن وسوريا. تختلف او تتفق دولة زي مصر وتونس رؤساء تفهموا الموضوع وتنحوا عن الرئاسة دون اي حروب اهلية، لكن دولة زي ليبيا ورئيسها معمر القذافي
راح يكون موضوع مختلف. أو مثلا سوريا وبشار الأسد، كل اللي راح كوم واللي جاي كوم ثاني. لأنه بسوريا عام 2011 في 5 أطفال كتبوا بدرعة على الحيط جاييك الدور يا دكتور، بنفس الوقت اللي بتزامن فيه أول أو بدايات الربيع العربي. وهون يا عزيزي بتنجن جنون الدكتور، ما بده يتخلى عن الكرسي، يقطع عرضه تقول مشتري شراء. وبالفعل تم القبض على هذول ال5 أطفال، وحاولت الاهالي انها تروح تحكي انه هذول الاطفال ما بيفهموا، ولكن على الفاضي، لانه كان عمره اساسا 14 15 سنه. فبالنسبه للحكومه لا، هذول فاهمين ايش قاعدين بيحكوا. فاذا مش فاهم انت ايش يعني كلمه جيك الدور يا دكتور، فالمخلوع بشار الاسد كان دكتور اسلام، الله لا يوفقه ويفضع عرضه. الناس بلشت تطلع مظاهرات للافراج عن هذول الاطفال، لانهم مجرد اطفال ومش فاهمين ايش اللي عملوه. والمفروض انه رد فعل طبيعي من الحكومه انه خلص تفرج عليهم، هذول مجرد صغار ومش فاهمين ايش قاعدين بيحكوا. لكن لا، مش مع حكومه بشار، بلشوا يطلقوا نيران على المتظاهرين، يضربوهم، يحبسوهم. ومن هون تحولت من ثورة عادية أو مظاهرة عادية لثورة مسلحة. وهون صار يدخل أكثر من طرف بالقصة، فإيران وروسيا كانوا داعمين بكل قوة لنظام الأسد. وهون برضو دخل عنا طرف ثالث، كل ما كانوا يحاولوا انهم يضبطوا الوضع داخل سوريا كان يزيد سوء. سنوات كثيرة عانى فيها السوريين والسوريات، فربطة الخبز بدها تقعد عندك اسبوع، جرة الغاز بدها تقعد عندك شهر، اما اذا عندك واسطة فاوف انت من طبقة ثانية. حرفيا هناك اذا ما عندك واسطة ما تطلع من باب الدار، اسهل لك. ولكن زي ما انا وانت عارفين انه فيش شيء بيضلوا على حاله. فبآخر 2024 بداية 2025 تحديدا في 8 ديسمبر الأسد بطير على روسيا وبوقع نظام الأسد، وبترجع سوريا للسوريين والحمد لله. هسه بدي اروح على ليبيا عند معمر القذافي اللي بتم القبض على محامي اسمه فتحي التربل. هذا المحامي هو محامي الضحايا اللي صارت فيهم جريمة السجن المسلمي. هذا المحامي اللي مترفع عن قضية فيها 1200 شخص ماتوا بسجن مسلمي، 1200 ضحية ماتوا داخل السجن، طبعا بأنواع عديدة من القتل والتعذيب. وكل الأهالي نزلت بالشارع بدها هذا الشخص يطلع، هذا الشخص مش مذنب، هذا الشخص كويس. ولكن الحكومة ردت بالقمع والضرب وإطلاق النار على المتظاهرين، ما اهتموا بالموضوع نهائيا، حتى إنه الشعب طلب إنه الرئيس معمر القذافي يتنحى عن الرئاسة. ولكن معمر القذافي ما كان زي حسني مبارك او حتى زين بن علي، حتى ممكن يطلع يضحك على الشعب بمؤتمر كلمتين اي شيء ممكن يحسن. لا، معمر القذافي صار لهم مين انتم؟ من انتم عشان اتنحى عن الرئاسة؟ أنا مش مجرد رئيس، أنا قائد للثورة. رفض بشدة أنه يتنازع عن الرئاسة، وهون تحولت الثورة من ثورة عادية لثورة مسلحة. هون حرفيا ليبيا تحولت لأرض للمعركة، وبلشت تسقط المدن واحدة تلو الأخرى بيد الثورة. هون اتدخل حزب الناتو وبلش يضرب معمر القذافي وجيشه، وب20 أغسطس بوقع نظام القذافي وبوقع القذافي. ولكن الثورة وحزب الناتو ما تركوا بحاله، لما كان في مكان هو والمعاونين تاعونه كان يتعرض لقصف جوي، يلي بعد كم ضربة جوية وقع القذافي بإيد الثورة جريح، وأول ما يمسكوه فورا بقتلوه. وانتشر فيديو القتل القذافي بشكل مخيف بالإنترنت. أما بعد سقوط معمر القذافي فالوضع داخل ليبيا أبدا مش مستقر، لدرجة إنه الحرب الأهلية انتهت قبل 4-5 سنين ب2020، وحاليا في حكومتين في ليبيا مش حكومة. الربيع العربي قدر إنه ينتشر بشكل فيروسي بين 4 دول عربية، ولكن في دولتنا الأخيرة اللي هي اليمن. الربيع العربي أبدا ما كان ربيع جميل، كان أسوأ ربيع على الدول العربية. اليمن يوم الجمعة ب 2011 تعرض علي عبد الله صالح لمحاولة اغتيال اللي تم فيها تفجير المسجد يوم الجمعة. كثير من الجنود اللي حواليه فقدوا حياتهم. أما الرئيس علي بن عبد الله فوقع جريح وتم نقله فورا للسعودية للعلاج. بعد 6 أشهر من رحلة العلاج برجع على اليمن، وتحت الضغوطات والضغط اللي هو كان فيه بتنازل لعبد ربه بالرئاسة. وبنفس هذا الوقت جماعة الحوثيين بيستغلوا ضعف الدولة وبيبلشوا يتمددوا في شمال اليمن، غلوا حالة الضعف اللي بتمر فيها الدولة. 2014 ذاك الرئيس علي بن عبد الله، نعم هو كان أشد الأعداء للحوثيين، بيعلن انضمامه للحوثيين، حاربهم أكثر من 20 سنة، كيف انت هسه معهم؟ لكن ب 2017 بيطلع علي بن عبد الله وبيعلن انه هو انفصل عن جماعة الحوثيين. لكن بعد ما أعلن انشقاقه عن الحوثيين بعدها بس بشهرين بتم اغتياله داخل بيته. هذا هو أسوأ ربيع بمر على الدول العربية كلها. بس أنا داود كرامة، إذا عجبك محتواي لا تنسى انك تشترك، بحب كومنت هيك عجبني محتواك، بعشقكوا، شايف كل التعب اللي بتعبه بالحلقات بروح اول ما اشوف عجبني محتواك. شكرا لكم، وبس اشترك اذا بتشوفنا اول مره، مش ضايلنا شيء، عارف 500. في امان الله.